السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك كده للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على علامة الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم. هنا بقى ناس كتيرة طلعت قعدت تتكلم دلوقتي دايرين على السوشيال ميديا اليومين دول. طبعا قعدوا يقولوا آلاء متخانقة مع أهلها، آلاء ما بتصورش مع أهلها. طلع أخوها اتكلم كذا مرة قال يا جماعة والله ما في أي حاجة بينا، وأنا وأختي كويسين وأمي كويسة وكلنا بخير، كلنا يعني ما فيش أي حاجة، بس هي يعني هم رافضين إنهم يصوروا مع بعضيهم وكده. مش قصة حاجة، يعني ناس كتيرة طالعة شغالة تتكلم وخلاص من غير ما يعرفوا، ما تعرفوش ظروف الناس ايه. انا شايفة كمية تعليقات فظيعة جدا، كمية فيديوهات فظيعة جدا جدا عن آلاء. فبجد يا آلاء مش ناقصة، هي فيها اللي مكفيها، وزي ما انتوا شايفين يا جماعة هي دلوقتي بتاخد علاج طبيعي، دخلت في العلاج الطبيعي وربنا يشفيها يا رب. هي بنت حبوبة وطيبة جدا جدا، فبجد ربنا يشفيها يا آلاء، ويخليك محمد ويخليك البيبي بتاعك ويحفظك يا رب. ابعد عنك بجد الناس الحقودة، الناس الوحشة، الناس اللي داخلة عايزة تبصوا ان هي عايزة تعمل اي حاجة باي حاجة، يعني تتكلم تستلقط اي حاجة في اي حاجة. فهي طالعة هنا كانت جوزها كان بيجيب لها شاورما وقعدها على البحر وفسحها تغيير جو، يعني فهي بتقول الناس جوزها بيقول لها انت مش يعني مش مكسوفة ولا حاجة، البسي الكمامة. قالت له انا مش مكسوفة ولا حاجة، بس انا الناس هتقول عليا عشان ديفوهات اللي في وشي دي هيقولوا عليا انا واخدة بوكس في وشي ولا ايه. فهي بتهزر، يعني هي مش ما هتتكسف، ارادة ربنا اي حد وارد جدا جدا انه يحصل له كده، اي حد وارد جدا. فلا انا من رايي ما تتكسفش وما تلبسش كمامه ولا حاجه، تطلع بوشها عادي مفيش اي حاجه، وربنا يسترها ان شاء الله، وان شاء الله تخف وتبقى زي الفل، مفيش اي حاجه. بس كده يا جماعه. بس انا شايفه كميه الناس كتيره جدا طالعه وتتكلم وتقول اخوها قال واخوها عاد واتخانقين هي واخوها وكلام بصوا ملهوش اي تلاتة ضعيفه. انا مش عارفه ليه السوشيال ميديا بقى حاجات هبله قوي قوي قوي. مش عارفة، بستغرب جدا والله يا جماعة على كمية يعني كمية في فيديوهات بشوفها غريبة جدا، في تعليقات بشوفها غريبة جدا برضو. الناس يعني وصلت بيهم انهم خلاص يعني فاضيين جدا جدا ان احنا نقعد نسمع حاجات هبلة قوي كده. مش عارفة احنا مالنا باللي بيتخانق واللي بيعمل يعني. الله يعيننا بجد، احنا والله في ايام ربنا يستر علينا. المهم آلاء ومحمد حوارات طلعوا بقى يشموا جو كده على البحر كده، وراحوا اتغدوا شاورما واتبسطوا، وهي مبسوطة جدا جدا. ادعوا لها يا جماعة كلكم، هي بنت لذيذة جدا محترمة جدا جدا، انا والله بحبها جدا هي ونهال وكلهم، كل أسرة الحاج جابر أنا بحبهم جدا، أسرة جميلة جدا وفيديوهاتهم حلوة قوي قوي. الواحد ما شافش منهم حاجة وحشة عشان خاطر يتكلم عليهم كده. فهي وأمها وأخواتها كويسين جدا، ما فيش أي خلافات خالص خالص. حبيت بس أوصل المعلومة دي للناس طالعة يقولوا أخوها قال وأخوها عاد، أخوها قال. أخوها طلع في لايف من قيمة كام يوم قاعد يتكلم قال يا جماعة ما فيش أي حاجة بينا، احنا كويسين، احنا مش شرط عشان نطلع على السوشيال ميديا لازم ان احنا نجيب اختنا تتصور معانا واختنا تطلع معانا، احنا مش لازم نعمل ولازم لا، احنا عاملين القناة مش حابين، يعني هم بصوا هم عاملين القناة فمش حابين يدخلوا اختهم معاهم، فبراحتها اختهم عايزة تتصور معاهم تصور، مش عايزة تتصور معاهم ما تصورش. وبرضو بيجوا عندها في البيت برضو ما بيصوروش، يعني مش شرط، يعني براحت، دي حاجة حرية شخصية، فكل واحد حر وكل واحد بقى يعمل اللي هو عايز يعمله. فياريت الناس تبطل بجد، حرام يعني حرام. بشوف كلام فظيع جدا جدا، فربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب، وان شاء الله آلاء تخف وتبقى كويسة جدا جدا، ومعاها زوج محترم جدا جدا محمد ده ربنا يحفظه. زوج خلوق جدا، انسان فوق الوصف يعني الحمد لله. ما تنسوش بقى يا جماعة لو عجبكم الفيديو وعجبكم
الكلام بتاعي حطوا له بقى لايك كده واشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم كده، وان شاء الله ننزل فيديوهات كويسه جدا. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.